الاهلي يتربع على عرش الدوري المصري ويرجع لمركزه الطبيعي ومكانه ووضعه اللي كلنا عارفينه بقالنا سنين، ويحصل نادي بيراميدز على مركز الوصيف واللي يستحقه عن جدارة في الموسم ده. وده طبعا بعد يعني مش عايز اقول يعني هزيمه، بس هو تعادل بطعم الهزيمه لنادي بيراميدز من نادي الزمالك، وعلى عكس المتوقع واللي احنا كلنا كنا فاكرينه ان نادي الزمالك هيسيب بيراميدز يكسب الماتش زي ما قال جوميز، ولكن بنتفاجئ بالعكس تماما. يعني انا مش عارف اقول لكم مبروك ولا اقول ايه يعني، بس ما كانش ده الوضع اللي كنت اتمناه النادي زي نادي الزمالك، ولكن ده زي ما هتتعب زي ما هتلاقي. وزي ما قلت بيتساوى مع نادي بيراميدز في النقاط، طبعا فرق مواجهات المباشرة نادي الاهلي بيصعد ليه المركز الاول. وشوفنا النهارده ماتش، تعالوا نتكلم بقى كده على تفاصيل ماتش الاهلي والمصري وماتش الزمالك وبيراميدز. هنتكلم عن كل حاجة، بس قبل ما اتكلم وقبل ما اعمل اي حاجة، لو انت ما عملتش لايك انزل اعمل لايك، لو ما عملتش شير انزل اعمل شير، وعندك لينك الفيسبوك في الديسكريبشن، خش اعمل لي فولو شير علشان نبين عظمة وانجاز نادي الاهلي، ونشوف خيبة نادي بيراميدز التقيلة اللي شكل قطار الانتصارات وقف عند نادي الاهلي واللعيبة كملتها ماشي. ايه اللي حصل في ماتش الاهلي والمصري باختصار؟ الاهلي، بصوا الماتش كان صعب زي ما انا قلت الفيديو اللي فات، ماتش كان ماشي بندية وكان يعني في منتهى الرخامة، وتبقى انت قاعد كده. يعني انا مليت في نص الماتش بيني وبينكم، مش عايز اكدب عليكم. ماتش كان مقفول تقريبا الى ان تأتي عرضية او اسيست او ثرو، يعني زي ما انت عايز تقول قول، من رضا سليم رجل الذهبية لرأس وسام ابو علي الذهبية، ويعني واتزغرط في الشبكة. شفنا اسيست ورفعة من رضا سليم تدرس في الكليات، حاجة بصراحة في منتهى الروعة. شفنا تمركز وسام ابو علي كويس قوي، شفنا وهو طالع بيصطاد الكورة من الجو وبيرزعها بعزمه في الجون. فيعني كان يعني هو ده الجون اللي في الماتش، وبصراحة يتقال عليه قصص. طيب تعالوا نتكلم على اداء اللعيبة. الاداء الدفاعي شفنا رامي ربيعة عنده غلطات، ولكن رامي ربيعة في الاول وفي الاخر ما يعني هرجع واقول جهد الماتشات عامل لود كبير جدا عليه. شفنا العريس محمد هاني نزل اول ماتش ليه بعد طبعا ما كان واخد اجازة يعني جواز، بس هو ما كانش في اجازة، هو كان عادي مع الفريق بيتمرن ولكن ما كانش بيلعب. شفنا النهاردة محمد هاني كان بيأدي اداء فوق الهايل. شفنا النهارده عبد المنعم النهارده يعني كالعاده مش عارف اقول ايه، اداء مميز، اداء رجولي جدا وخشوني جدا. شفنا النهارده كريم فؤاد برضو عمل النهارده اداء يحترم ويتشال على الراس. شفنا بقى في وسط الملعب تشكيله جديده واول مره نشوفها، او مش اول مره نشوفها، شفناها بس بقالنا كتير ما شفناش الوضع ده. شفت امام عاشور، شفنا اكرم توفيق، وشفنا كريم ندفد. وسط الملعب كان طول الماتش بيني وبينكو طول الماتش يعني في تراخي، او مش في تراخي، بس مفيش المسكه بتاعه وسط الملعب اللي احنا متعودين عليها. طيب ليه شفنا التشكيله دي؟ لان طبعا النهارده خبر يعني احزنني جدا وانا قاعد بتفرج على الماتش بصراحه، ان ديانج خلاص سافر لحضور المعسكر في تركيا مع نادي الخلود السعودي. فكان على كولر ان هو يتصرف ومش هينزل مروان، نزل كريم ندفد. شفنا من كريم ندفد اداء محترم واداء كويس، شفنا من اكرم توفيق كالعاده اداء رجولي، وشفنا امام عاشور. بس امام عاشور النهارده شفناه يعني اداؤه الهجومي زياده شويه، ما شفناهوش في ادوار دفاعيه كتير عكس اكرم توفيق وكريم ندفد. ف ده كان خط الوسط. قدام عندي زي ما قلت رضا سليم، حسين الشحات، وسام ابو علي، الثلاثه كانوا، بس ما شفناش النهارده ادوار كتير لحسين الشحات، ولكن يعني اكتر دور يعني كان يستحق الثناء مننا والشكر مننا كان دور رضا سليم. وانا كان من وجهة نظري انه كان ياخد المان اوف ذا ماتش، ولكن طبعا صاحب الهدف
هو اللي كان ليه الاحقيه. ولكن جهد يعني رضا سليم احنا ما نقدرش ننكره، وبنفضل نقول رضا سليم ده كنز للنادي الاهلي وما ينفعش يتعوض. بس انا خدت بالي من حاجه، ان رضا سليم لما نزل في اول الماتش وهو على اليمين غير وهو على الشمال خالص. يعني انا حتى اول ماتش شفت رضا سليم على اليمين ما بيعملش كور حلوه، ما عندوش كنترول على الكوره. هو ينفع عادي على اليمين، بس هو على الشمال اداؤه سحري بصراحه. فكان يعني كان رضا سليم دوره على الشمال في فرق كبير جدا وشاسع. يعني تبديلات كولر النهارده بشكل كبير موفقه، ريح لعيبه، حضر لعيبه، عمل يعني تغيير شكل اللعب عامه. ففي كل الاحوال النادي الاهلي في الماتش ياخد الدرجه الكامله، 3 نقاط. ماتش عنيد، كان خصم عنيد، فريق كل الاحترام ليه طبعا، ولكن النادي الاهلي تبقى النتيجه هي فوز الاهلي بنتيجه 1-0. نروح لماتش الزمالك، واللي كان ماتش بالنسبه لي انا ما اتفرجتش عليه كتير بصراحه. يعني انا شفت كده اهم اللقطات فيه وعايز اكلمكم في بدايه الماتش. بدايه الماتش شفنا هتاف نادي او هتاف جماهير نادي الزمالك للشيبي. نقف هنا وقفه بقى. يعني انتوا ازاي واقفين مع شخص غير اخلاقي زيه؟ ليه؟ ازاي يعني؟ هو عند في النادي الاهلي في يعني عقل عندكم؟ وعامة في هوجة طالعة بقالها كام يوم في ان الشيبي مظلوم، هتكلم عنها في نقطة مستقلة خالص. بس انا النهاردة يعني بتكلم فيه، او هتكلم فيها فيديو تاني. النهاردة بتكلم في ماتش الماتشات اللي حصلت. ممكن في اخر الفيديو نتكلم في الموضوع ده بمنتهى الراحة. يعني زي ما قلت، فشوفنا هتافات من جمهور نادي الزمالك غير مبررة خالص للشيبي. ويعني انتوا براحتكم، انتوا كده كده اصلا كان عندكم رئيس نادي كان بيشتمكم ويسبلكم، وانتوا تمام عادي يعني بالنسبه لكم. فدي عادتكم، بتحبوا اللعيب اللي ما عندوش اخلاق، اللي ما عندوش احترام، لا ليكوا انتوا كنادي، ولا للتيشيرت اللي انتوا بتلبسوه، ولا للخصم، ولا لاي حاجه. شفنا نماذج كتيره جدا ومفيش داعي لذكرها يعني، وانتوا عارفينها كويس. اللي كان بيرفع جزمته في وش الجمهور، واللي كان بيسب اي حد ماشي كبير او صغير، ما كانش بيفرق معاه. يعني فدي يعني دي عادات نادي الزمالك، او بلاش اقول نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك. بس يعني دي نقطه كده حبيت اتكلم فيها. ونقطه الشيبي دي انا هتكلم فيها اخر الماتش، علشان في حاجه كذا حاجه حرقه دمي كده، الناس شايفينه دلوقتي ان هو ضحيه، فاللي هو هنتكلم فيها. تعالوا نتكلم في اهداف نادي بيراميدز ونادي الزمالك. اول هدف شفناه لنادي الزمالك كان جمله ما بين مصطفى شلبي وعبد الله السعيد. جمله لطيفه كويسه حصلت، كوره خد وهات، راح مصطفى شلبي حطها على الشمال الشناوي. ده كان الجون بتاع نادي الزمالك. وجون نادي بيراميدز كان ضربة جزاء لفخري لقاي، وكان المتسبب فيها احمد مجدي. انا هنا اتضايقت حبه. ليه؟ مش عشان والله كنت عايز بيراميدز يخسر، احنا كده كده مش فارق معانا، كده كده النادي الاهلي ماشي ومش واخد يعني مش شايف اللي قدامه مين، بيدوس وخلاص. ولكن انا اتضايقت من طريقه اللعبه. يعني انت النهارده اللعيب اللي هو المدافع احمد مجدي، انت النهارده خدت الكوره استلمتها تمام، حركتها ما بين رجلك مرتين. انت كان قدامك اختيارين، والاختيارين كانوا سهلين. انت قدامك خط اللي تطلعها بره تبقى ركنيه عليك، يا اما تطلعها من البدايه وما تلفش اللفه اللي انت لفتها. ولكن هو بيلف اللفه دي. ويعني مروان حمدي، وانا جاي برضه في قصه مروان حمدي، والله ما هسيبكم والله ما هسيبكم. مروان حمدي دخل خد الكوره، قام احمد مجدي دخل في رجله، ضربه جزاء مستحقه، ضربه جزاء مستحقه بدون نقاش. احمد مجدي لعيب صغير، احمد مجدي مش ما عندوش خبره يعني. وارد ان ده كان يحصل، ولكن كان عندك حلول اسهل بكتير من اللي انت عملته. الحارس المرمى، حارس مرمى الزمالك النهارده حارس مرمى شاب صغير، عجبني جدا. يعني وهو محاولته في صد ضربه الجزاء كان هايل بصراحه. شاب صغير ليه مستقبل باهر، اتمنى له كل التوفيق. يعني ده
كان ملخص الماتشات بتاعت النهارده، ماتش الزمالك وبيراميدز وماتش الاهلي والمصري. ما اتكلمتش في ماتش الزمالك وبيراميدز كتير لان الماتش ما فيهوش تفاصيل كتير بصراحه، يعني تفرغت الماتش الاهلي والمصري. ولكن ده اللي حصل في الماتشات بتاعت النهارده. نادي الاهلي وضعه ايه؟ نادي الاهلي مستمر لسه لحد النهارده. الفرق ما بينك وما بين بيراميدز لسه الفرق يعني كان نقطة، دلوقتي بقى نقط كتير، ولكن برضو انت لازم تمسك نفسك عن كده كفرقة كورة. يعني لان احنا بنشوف دلوقتي ان اللعيبة بتتعب، اللعيبة خلاص بتجيب اخرها، ولكن الصمود والمعافرة دايما بتبقى عنوان النجاح. فاتمنى الخير لكل لعيبة نادي الاهلي في اللي جاي وفي مواجهاته اللي جاية، ويعني واتمنى حسم الدوري في اسرع وقت. تعالوا بقى نتكلم في نقطة الشيبي واللي شايفينه ان هو مظلوم وبقى ضحية فجأة، واحنا مش فاهمين يعني ايه اللي حصل او ايه اللي اتغير. يعني شفنا كذا اعلامي وشفنا كذا شخصية اعلامية او كروية بيتكلموا في نقطة ان حسين الشحات ما كانش ينفع يعمل اللي عمله، وان الشيبي مظلوم وضحية، ومش عارف مين بيقول لو انا مكانه ما كنتش خرجت الشحات من الملعب. يا اخوان هو انتوا ليه بتنسوا؟ ليه بتنسوا؟ والله سؤال بجد لازم يتحط له كده كذا علامة استفهام كبيرة. انتوا ليه بتنسوا يوم ما الشحات ضرب الشيبي بالقلم قدام الناس؟ احنا ما حدش فينا قال هو ليه حق، على فكرة ما حدش قال ان الشحات صح وهو ده اللي كان المفروض يعمله وي مفيش حد قال كده. لا، قلنا ان الشحات غلطان، نزلت عليه عقوبات من نادي الاهلي قبل الاتحاد، ولما الاتحاد نزل عليه العقوبات ما يعني خلاص الموضوع عدى. رغم كده شوف، رغم كل ده الشحات راح اعتذر للشيبي قدام الناس وعلانية، ويعني ورغم ان هو كان، خلي بالكوا، رغم ان الشحات كان يعني مشتوم بأمه وبزوجته، وتقريبا الشيبي كان بيخوض في اعراض عيلته طول ال90 دقيقة، ومع ذلك يعني الشحات اكتفى بالقلم بس. فيعني حاجة تحتسب للشحات، طبعا تحتسب للشحات، لان الشحات لو لاعب تاني بدون عقل وبدون يعني مش عارف يمسك نفسه كان خرج الشيبي على على المستشفى. ولكن الشيبي يعني خلاص، يعني كان هو عمل اللي عمله، والشحات رد عليه بالقلم اللي كلنا شفناه. اتعاقب. تعالوا بقى نتكلم في نقطة ليه الشيبي بقى مرة واحدة مظلوم. علشان اتطرد في ماتش بيراميدز والاهلي الاخير. يعني كل الناس اجمعت ان الشيبي غلطان، وانه ما كانش داخل على الكوره، وكان داخل يكسر الشحات ويبطلوا كوره. ده غير التهديد اللي هددهوله قبل الماتش. كلنا عرفنا وكلنا شفنا التصريح وشفنا الانفرادات اللي طلعت ان الشيبي بيهدد الشحات انه هيبطلوا كوره. شفنا تعنت وبجاحة وقلة ادب الشيبي في الملعب بعد ما اتطرد، ان هو ما كانش بقى يعني الموضوع ما كانش كوره وخلاص، لا ده هو كده كده نازل عايز يضربه. ده غير ان هو لما دخل على الكوره ما دخلش على الكوره عادي، لا ده الكوره كانت ما بين رجله، وشيبي دخل برجله في ركبه حسين الشحات. ورغم ان حسين الشحات امه دعياله، كان زمان دلوقتي حسين الشحات قاعد على كرسي لا قدر الله. فمنين بقى انتوا بتقولوا الشيبي مظلوم ومش عارف ايه وبتاع؟ منين بتقولوا كده؟ على اي عقل وعلى اي منطق وعلى اي اساس بتقولوا الكلام ده؟ يعني نقطة كده بس عايزين نفهمها. انا مش فاهم. الشيبي غلط وما شفناش عليه عقوبات لحد دلوقتي فيها نوع من انواع الضمير، انه يتوقف 3 ماتشات وغرامة 50,000 جنيه، والنادي يتغرم 25,000 جنيه. وانا معرفش يعني ايه ده، ايه العقوبة دي؟ انا مش فاهم. يعني هل ده عادي؟ ده يعني سيبكم انتوا بقى، اصل خلي بالكم يعني اصل فكره طرد الشيبي دي لوحدها ماتشين. قله ادبه بعد الطرد ايه، تباطؤه بعد الطرد ايه. خلي بالكم اللي انا بقوله ده جه في تقرير مراقب الماتش، يعني عليه الشيبي المفروض يتوقف من 5 ل6 ماتشات.
انتوا موقفينه بقى، انتوا واقفينه 3 مطوشه و50,000 جنيه، ده يرضي ربنا؟ انا مش فاهم يعني. حد يديني عقله بس. هل ده عادي؟ اكيد لا، اكيد لا. ففي انحياز واضح وشديد جدا من الرابطه اتجاه نادي بيراميدز ده يعني. وده ردا على الناس اللي بتقول الشيبي مظلوم. ده كده الشيبي يعني الناس كارمينه قوي. انتوا زعلانين عشان اتطرد؟ يا باشا ده ما كانش المفروض يتطرد، ده كان المفروض يتحبس. يعني ده المعلق نفسه اللي كان بيعلق على الماتش قال لك يا باشا لا، دي مش كوره، انتوا بتلعبوا مصارعه. المعلق نفسه. كل الحكام اجمعوا ان الشيبي ما كانش داخل على الكوره، كان داخل في الشحات. فمظلوم في ايه يعني؟ ليه بقيتوا عاملينه ضحيه وجمهور زي جمهور الزمالك يشجعه ويحييه؟ انتوا عملتوا لي بطل قومي. الشيبي ده لو بصيتوا على تاريخه من ساعه ما بدأ كوره مفيش نادي قال فيه كلمه عدله. فيعني انتوا دماغ بصراحه. انا ما اعرفش انتوا بتبقوا واخدين ايه قبل ما تطلعوا تتكلموا بصراحه. فيعني عايز بس اشوف الناس اللي عندها عقل. والمشكله والله اللي يحرق دمك ان الناس دي بتفهم كوره للاسف، او معروف عنها ان هم بيفهموا كوره. ولا بيفهموا في الكوره ولا في البطيخ، وربنا يعينهم على حالهم. ناس ربنا يصلح حالهم من الاخر. جماعه الشيبي يعني اللي رابطه كرماء قوي والله العظيم، واللي كان المفروض يحصل فيه غير اللي موجود دلوقتي ده تماما. على الناحيه التانية مروان حمدي خلي بالكم. انا بس عايز اقول لكم على حاجه. استنى هقول لكم. مروان حمدي لعب الماتش النهارده. وبخصوص اخر فيديو اللي طلع لمروان حمدي اللي اعتذر بسببه وانه يعتذر عنه، ده اعتراف منه انه حصل. المفروض يتوقف ماتشات. وقلنا قبل كده في فيديو انه كان هيتوقف 6 ماتشات، او كان يعني اللي باين انه هيتوقف 6 ماتشات. شفنا بيلعب عادي وكل حاجه. فيا رابطه، يا اتحاد، يا كوره، يا جبلايه، انتوا ايه؟ انتوا نايمين ولا ايه؟ وامبارح منزل لك العقوبات الفجر، يعني منزلك الساعه 2 الفجر والله العظيم. بيقول لك بقى المحولين للجنه الانضباط. دي فضيحه والله، هتكلم عنها بس في فيديو تاني. دي فضيحه اقسم بالله. الاسامي اللي جت في لجنه الانضباط فضيحه بمعنى الكلمه. جابوا ناس من البيراميدز وجابوا ناس من النادي الاهلي، وبقت شكاوى رايحه قدام شكاوى. ولو قلت لك على اسباب وشكاوى او شكوى نادي بيراميدز جاي نادي الاهلي هتضحك والله العظيم. بس انا سيبها في فيديو تاني. المهم مروان حمدي لعب وما شفناش اتجاهه اي عقوبات. الرابطه مش عارفه اللائحه بتقول ايه في المواقف اللي زي دي. يعني هو انتوا لسه بتذاكروا؟ بتطلعوا البند من اللائحه بتشوفوا الموضوع ده او الحوار ده عقوبته ايه؟ عيب بقى والله. يعني انتوا مشاكل ناس مسؤوله ابدا. فيعني كل ده انا هتكلم عنه بتفصيل مفصل في فيديو جديد. اتمنى تكونوا متابعيني وانتظروا مني الحلقه الجايه. حلقه ناريه مليانه حوارات وفضايح تخص الجهات المسؤولة عن الكورة في مصر للأسف. أتمنى تكون الرسالة وصلت. ومبروك للنادي الأهلي. أتمنى مسيرته تكمل نحو الفوز بالدوري العام. وشكرا. السلام عليكم.